السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي، عايزة اوريكم النهاردة الفراخ تربية بيتي. انا من وقت التاني كده بجيب فراخ من حوالي من 10 ل 15 فرخة، بربيهم وبأكلهم وكلهم بالأعشاب. بعمل لهم العلاج والأدوية كلها بالأعشاب. زي ما انتوا شايفين كده في الصورة. الأعشاب بقى بحط لهم بصل وثوم وكركم وصوصات كلها من ايه طبيعية من البيت. ودلوقتي احنا مع بعض هنذبح ذبحة الفراخ وهي بوريها لكم بعد ما ذبحتها، وهعمل منها طرق كتير وصفات في الفيديوهات. والفيديوهات القادمة ان شاء الله هوريكم ازاي كل وصفة من الفراخ دي هتشوفيها بطرق ووصفات مختلفة في الفيديو التاني القادم بإذن الله. ودي قدامها فرخة، هوريكم وهي تقطيعة الفرخة. بقطع الوركين، الورك كل ورك لوحده، الدبوس لوحده والورك لوحده. قدامكم زي ما انتم شايفين بقطع الدبوس وهقطع الدبوس التاني وهقطع الورك. ولو في زيادات في الورك كده من الفراخ من تحت بحاول ان انا اقطعها واقطع الزيادات اللي من تحت اهو. وانا هوريكم كل تقطيعة الفرخة في فويل اهي. تقطيعة الورك، قطعت الورك على 4 قطع. ودلوقتي هاخد الصدر من ورا هقطعه. والزيادات ديت يا حبايبي انا بقطعها، كل زيادات العظم بتاع الفرخه انا بتبله وبشويه على الفحم بالعظم بتاعه. انا قطعت كده الصدر، وفي صدر خدت حته من الصدر عشان ولادي بيحبوا ياكلوا حته من الصدر كمان، حته كبيره كده مع الجناح، وبتبلها وبحطها في الجناح مع بعض كده في الجناح، بتبلهم مع بعض. ودلوقتي هقطع الصدر الاتنين قطعتين. وكمان والفرخه الجايه كمان هوريكم وانا بخلي الفرخه ازاي. دلوقتي انا بقطع الفرخه اهو، وبخلي الجلد مع الفرخه من على الصدر ده والصدر دوت. ودلوقتي هوريكي تقطيعه البانيه وانا بنقطعها بانيه ازاي. بحط ايدي من فوق كده على البانيه، بخلي كمان لو في حته عظمه كده بخليها من ورا. والموزه بتاعه الصدر بعمل منها قطع شيش، او بعملها ستريبس، او ساعات كمان بقطع القطع بتاعت الموزه بتاعت الصدر من ورا ديت، وبحاول ان اعمل منها شاورما. بعمل منها كذا طريقه. ان شاء الله الوصفات الفيديوهات الجايه هوريكم كل وصفه انا كل وصفه لتقطيعه الفرخه. الفيديو ان شاء الله هنزله بعد ده على طول باذن الله ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين اهو بقطع العظمه، كل العظم دوت انا كل حاجه في الفرخه بعمله شوربه، باخده بقطعه. لو في حاطه فيه في حته قطع لحمه بحاول انا اكسرها واتبلها مع الشوي عادي. بص بقى بعمل ايه دلوقتي. هخلي الموزه من ورا اهي، بص ايدي اهي. دلوقتي هخلع دي الموزه وباخد من قدام لورا واحط كف ايدي. دلوقتي انا طبعا الفراخ صبحه وما اتحطتش اتشفت في الفريزر، فانا دلوقتي متمكنه من تقطيع البانيه. لكن لو اي حد لسه حبايبي بنات لسه بتبدا تقطع البانيه، حاولي تحطيها شويه اول ما تحطيها شويه في التلاجة انها تعرفي تقطعيها تمسك معاكي شويه. زي ما انتوا شايفين انا قطعت اهي قطع البانيه. والفيديو القادم ان شاا الله هوريكم ازاي تتبيله البانيه وتتبيله الشيش طاووق وتتبيله الكفته. هصنف لكم الفراخ دي كلها ان انا قطعتها من البيت، كل وصفه بطريقتها، بطريقه الفراخ بتاعتها. تابعوني بس، واتمنى الفيديو بتاعنا يعجبكم، واتمنى منكم ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وكل حاجه جديده انا بعملها. ويا رب تجربوا وصفاتي وان شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم يا رب. يا حبيبي الفرخه جايه بقى انا هخليها وهسيبكم تشوفوها وانا بخليها اهي. شفتوا الموزه دي؟ الموزه بقى انا بقول لكم عليها دي اهي يا حبيبي. تقطيعه الفرخه اهي من فرخه واحده ممكن تعملي كذا وصفه. دلوقتي بقى يا حبايبي وانا بخلي الفراخ اهي، شايفين انا جبت السكينه تبقى حاميه بس عشان تعرفي تخلي الفراخ.
بشيل الجلد، كل الجلد اللي حوالين الفرخ زي ما انتوا شايفين معايا اهو في الصورة، وانا بخلي لكم الجلد. بصوا الجلد اهو حبايبي، وهخلي الجلد كله في جلد الفرخة والوراك كمان. هقسم الفرخة لنصفين، النصف الثاني ان انا هعمل فيه، احاول ان انا اشيل الزيتات اللي فيه. ودلوقتي هخليها تماما عشان عايزه اخلي كل الفراخ عشان اعمل منها كفته، واعمل منها كفته بانيه وكفته وكفته على الفحم. هبدا معاكم دلوقتي هوريكم ازاي هخلي الفرخ. دلوقتي انا بخلي الجلد كمان بتاع الفرخه من تحت، وازاي هخلي العظمه بتاعت الورك. كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم، أهل علينا رجب بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير وبركة، هلال رشد وبركة، ربنا وربك الله. اللهم اجعل أيام رجب جابرة للقلوب، ساترة للعيوب، ماحية للذنوب، مفرجة للكروب. اللهم اكتب في شهر رجب اليسر لكل معسر، والراحة لكل مهموم، والسعادة لكل حزين، والشفاء لكل مريض، والراحة لكل ميت، والمغفرة لكل مذنب، والإجابة لكل من دعاك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القراب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب. أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه وأوثقته. دلوقتي بص حبايبي، انا قطعت برضو الجناحات، هستعملها بعد كده في تتبيلات معاكم، هوريكم انا بتبلها ازاي الجناحات مع بعض. ودلوقتي برضو هبدا اخلي الصدر من العظم بتاعه، هخلي الصدر من ورا، برضو هستخدمها برضو في الوصفه معاكم. اهم شيء بس السكينه معاكم تكون حاميه، هتساعدكم في ان انتوا تقطعوا بسرعه. اهو هبدا معاكم اخلي العظم من الصدر، ودي هبدا بيها اعمل منها وصفات ان شاء الله تنول اعجابكم.
في الفيديو القادم ان شاء الله هوريكم هعمل بصدر الفرخة ده ايه. ما شاء الله الفراخ عندي اوزانها كبيرة، بتقطع معايا كميات. الفرخة 4 كيلو 5 كيلو، ما شاء الله اوزان تقيلة، عشان انا قعدتهم فترة طويلة عندي، عشان ما شاء الله لحد ما بقوا الاوزان دي. هو العظم زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما قلت لكم انا هتبله وهشويه واعمله في تتبيلات، ما يترماش، بيستخدم نحطوه في شوربه، من تتبيله نعمله نقطعوه نحطوه مع بعض نشوه اهو. ده الصدرين انا خليتهم اهو، وده العظم بتاع الفرخه. ودي من تتبيلات الفراخ اللي انا قطعتها، من الفراخ اللي انا قطعتها اجزاء من الفراخ. وان شاء الله الفيديو القادم هوريكم ازاي دي تقطيعة الفراخ، وهوريكم استعملت كل جزء منها في تتبيلة واستخدمتها ازاي. وكل ما شاء الله الوصفة الواحدة، الفرخة الواحدة ممكن تأكلك انتي وعيلتك، لو مكونة من 4-5 افراد الفرخة ممكن تقعدك اسبوع بحاله، ممكن تاكلي من كل الوصفات اللي فيه من غير ما تزهقي. كل يوم وصفة جديدة بنفس النوع، من نفس الفرخة. والدبابيس برضه اعملكم مع بعض زنجر وكنتاكي، وهوريكم التتبيلات كلها ان شاء الله في الحلقات القادمة. استنوني. والكبد برضو والقوانص حطيتها مع بعض. بس بقول لكم ان انا بحاول ان اخد جزء من صدر الفرخه مع الجناحات عشان ودي بيحبوه، والرقبات لوحديها والكبد والقوانص لوحديها مع بعض اهوت. وان شاء الله في الفيديو القادم استنوني، هتشوفوا تتبيلات الفراخ والوصفات الجديده، كفته وشيش وبانيه. قدامكم الوصفات